السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في القناه. نتمنى تكونوا كامل لاباس. اليوم باذن الله كما راكم تشوفوا راح ندير معكم واحد المطلوع يجي بزاف خفيف وسهل وبدون تعب وبلا ما تعجنيه خلاص. نروح مباشرة لطريقة التحضير. عندي 2 كيسان ونص تاع ماء يكون دافي، عندي 2 كيسان ونص تاع سميد يكون متوسط، يعني سميد اللي نطيبوا به الكسرة عادي، وعندي مغرفة كبيرة معمرة مليح تكون بومبي تاع خميرة تاع الخبز، ومغرفة عفوا كبيرة تاع السكر. ونجيبوا البراميكسر ونمكسيوه مليح حتى يتبدل اللون تاعو ويولي لنا مطاطي، ما يديش يعني كامل الوقت، فقط حوالي دقيقتين بهذا الشكل. نغطوه ونخلوه حتى يتضاعف الحجم تاعو. هنا بعد ما خمر الخليط تاعي رايحه نكسر له الخمور للمره الاولى، ونعاود نغطيه ونخليه يخمر لكن مده اقل، يعني نشوفوه برك طلع شويه خلاص سي بون. ما خليناهش كيما الاول. نزيدو 2 مغارف صغار تاع الملح، سانوج، جلجلان، و4 مغارف تاع زيت. انا استعملت زيت الزيتون. وندخل هاد المكونات ونبدا نلم في الفارينه. ندير الكأس الاول ونبدا نلم حتى نتحصل على العجينه والقوام اللي راني حباته. نضيف الكأس الثاني مع كيس تاع خميره الكيميائيه، خميره تاع الحلوى، ونزيد نخلط. هنا رايحه نستعمل اليد تاعي. نقعد نخبط العجينه بهذه الطريقه، ونبدا نضيف في الكأس الثالث. نضيفوه بالتدريج يعني بشويه حتى نتحصلوا على القوام اللي يعني القوام تاع المطلوع يجي طري كما على بالنا. العجينه دات لي بالضبط 2 كيسان ونص تاع فرينه. هنا بعد ما كملنا نغطوها ونخلو العجينه حوالي 15 دقيقه فقط، ونشمخو يدينا بشويه تاع زيت ونبداو نخبطوا فيها بهذه الطريقه حوالي نص دقيقه فقط. من بعد نعاود نغطيها ونخليها تخمر حتى يتضاعف الحجم تاعها. فوالا نخبطها شويه. من بعد ندهن العجينه تاعي بشويه تاع زيت من الجهتين ونغطيها ونخليها تخمر مليح. هنا المطلوع تاعي دالي 2 كيسان ونص تاع ماء، 2 كيسان ونص تاع سميد، و2 كيسان ونص تاع الفارينه. هنا بعد ما خمرت رايحه نقسم العجينه تاعي على 4. انا درتهم شويه صغار، اللي يحبهم شويه كبار يقسم العجينه على 3 كما راكم تشوفوا لهيه. درت ورق الطهي، درت فيه شويه تاع الفارينه، رشيت الفارينه، وراني ندير في المطلوعات تاوعي بهذا الشكل. شوفوا العجينه كيفاه يعني دارت
النبولات هنا بلا ما نعجنها بلا والو، يعني مطلوع بدون تعب. وهنا كما راكم تشوفوا غطيته وخليت العجينه تاعي ترتاح حوالي 10 دقائق ونبدا نبسط فيهم. هنا اللي حبت المطلوع تاعها يجي خشين تبسط العجينه تاعها شويه خشين. انا هنا درتهم رقاق خاطر حبيتهم يجوا شويه رقاق، يعني ما يجيش فيهم البابا بزاف. ولا كما راكم تشوفوا بعد ما نكمل الطبسات راح نعاود نغطيهم ونخليهم يخمروا، غير يبداو يخمروا غير شويه فقط نبدا نطيب فيهم. فوالا كما راكم تشوفوا هنا غير بداو تنفخوا شويه نبدا مباشره نطيب، ونبدا في الاولى اللي حليتها. فوالا نهز القرصه يعني مباشره بالبابي كويسون ونقلبها، يعني طريقة بزاف سهلة، ونحي البابي كويسون بكل سهولة. وانا فقط نعبي شوية في الاطراف ونخلي المطلوع تاعي يحمر بيان كما راكم تشوفوا. وغير نحي المطلوع تاعي مباشرة نحطه في طرشونة ونغطي عليه هكذاك باش يطرى لنا، ونكملوا باقي المطلوع بنفس الطريقة. رايحين تشوفوا باللي ديما الحبة الاولى يعني طيب شوية رقيقة على الاخرين. فوالا طريقة بزاف سهلة خاصة للمبتدئات. شوفوا المطلوع تاعنا يعني يجي بزاف طري. وبعد ما نكملوا رايحين نطيبوهم من الجوانب بهذه الطريقة، والنتيجة تجي بزاف رائعة كما راكم تشوفوا، سهل وخفيف ما فيهش كامل التعب. جربوا هذه الطريقة ورجعوا لي بالخبر. دوك نقسموا وتشوفوه من داخل كيفاه يجي. يجي كيما القطن كيما قلت لكم، اللي يحبوا يعني يجي خشين يزيد يخشن فقط العجينه تاعو. شوفوا كيفاه يجي خفيف. وهنا نكون وصلنا لاخر الفيديو. نتمنى الوصفه تاع اليوم نالت اعجابكم ونتمنى تجربوها. شكرا على المشاهده والى اللقاء.